السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال وبصحه جيده وراحه البال اهم حاجه. عواشركم مبروكه، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب. اليوم فيديو جديد ولا غوصات جديده. اليوم غادي نبارطاجي معاكم كيك غنحضروا معاكم في مول العجيب. تحضروا الصباح ديال العيد، تحضروه للكوتي، تحضروه للضيوف ديالكم بعينكم مغمضين. ناجح من اول تجربه. اقتصادي، مكونات موجودين في كل بيت. مكونات كذلك اللي هما مضبوطين 100%. كيك اللي كيجي معلك بواحد الطبقة كذلك اللي هي معلكة. صراحة راقي في المنظر ديالو، كيستحق وكيستاهل التجربة ديالكم طبعا. كنتمنى لا فيديو يعجبكم. بقاو معايا ما تنشوفين. غادي ندوزو مباشرة للمكونات وطريقة التحضير، وكيف العادة فرجة ممتعة. إذا غادي نبداو على بركة الله. أولا غادي نحضر معاكم الكيك. غادي نحتاجو في المكونات ديالو، عندي واحد العلبة ديال ياغورت، يا إما ديال الموز أو لا ديال فاني، ويكون بالحرارة ديال الغرفة. عندي كاس لاروب ديال السكر، كاس لاروب ديال الزيت، جوج ديال الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق يكون من نوعية جيدة، دقيق ديال الحلويات، 3 الحبات ديال البيض بالحرارة ديال الغرفة، جوج ساشي ديال الكاكاو المر، واحد ساشي ديال الفلو ديال الشكلاط، جوج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات فاني، قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. غادي ندوزو للطريقه. خديت هنايا واحد لوبول، عملت البيض، عملت كذلك قبيصه ديال الملحه، فاني، سكر. وهنايا غادي نخدم الفوي او الطراب اليدوي. اللي عند بغيتو تعملوا الطراب الكهربائي تيبقى لكم الاختيار دائما. غير واحد الملاحظه اللي هي مهمه باش ينجح معاكم الكيك ويجيكم طالع ما يجيكمش مدقص ولاصق. المكونات خرجوهم يعني بليله من قبل، كيف ما كنعرفوا دابا الجو بارد ضروري المكونات كياخذوا درجه الحراره ديال المطبخ. هنا من بعد ما خلط العناصر جيدا حتى كنساجموا مع بعضهم وتغير اللون ديالهم، اصبح اللون ديالهم اللي هو ابيض، وكذلك داك السكر داب. ضفت الزيت شويه بشويه، ودائما ما كنتوقفش من التطراب على هذا الشكل هذا. من بعد ضفت ياغورت، وكنستمر في الخفق على هذه الطريقه هذه كيف ما موضحه في لا فيديو. الا كانت شي حاجه كيف العاده ما واضحاش او لا ما بيناش، خليوها ليا في لاكومونتير وغادي نجاوبكم باذن الله. هنا اخر مرحله غادي نعمل هنايا النواشف. النواشف اللي كيتكونوا من الدقيق بالنسبه للقياس والعبار. الكاس العنبه الكبير، لان كاين الصغير وكاين الكبير. هنايا الكاس العنبه الكبير. صافي هنايا كنغربلو الدقيق، كنغربلو كذلك الخميره، الكاكاو المر، الفلو. الفلو كيعطيها واحد الهشاشه وواحد المذاق اللي هو رائع جدا. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. صافي هنايا من بعد ما وضعت النواشف كلهم، الكاكاو كذلك هنايا كنغربلوهم على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا، باش كنزولوا دوك الحبيبات ودوك الكويرات ديال الكاكاو ديال الفلو وديال الكاكاو المر. هنايا غادي نكمل هنايا في الخفق حتى كينسجموا العناصر كلهم، الدقيق مع الخليط، حتى كيصبح القوام ديالو على هذا الشكل هذا. اخر مرحله ضفت ملعقه كبيره تكون مملوءه جيدا ديال الخل الابيض ولا الخل العادي حسب المتوفر. وصافي هنايا غادي نخلط واحد التخليطه اللي هي خفيفه، وغادي نخلي الخليط ديالي جانبا. خديت المول اللي غادي يدخل الفرن. هنايا غادي نعمل المول العجيب. كندهنو بالزبده مزيان مزيان، ما كنعملش الزيت. انا الزيت صراحه ما كيخليش ليا يعني داك الكيك يجي طالع ويجي ناجح كيف بغيت. هنايا من الافضل عملوا الزبده وحاولوا دهنوا حتى الجوانب باش داك الكيك تيلقى راحته فين غادي يطلع وتيجينا ناجح. صافي هنايا من بعد ما دهنت مزيان مزيان بالزبده، غبرته بالدقيق، وكنزول داك الفائض ديال الدقيق، تنهز الزيت ديال الفوق وتنخوي الخليط ديالي على هذا الشكل هذا، وكنخبط جوج ديال الخبيطات. وصافي في هذا الاثناء انا شعلت الفرن من قبل حتى سخن. من بعد نقصت عليه النار وكنوضع الكيك ديالي الجهه الفوقانيه حتى كيتضاعف الحجم ديالو، كنحس به طاب كنزلو لتحت يكمل الطياب ديالو. دابا غادي ندوز باش نحضر معكم الطبقه اللي كتجي معلكه على الكيك. عندي كاس ديال اللوز، كاس تاع السكر، قبيصه ديال الملحه، واحد الياغورت ديال الفلو ديال الكراميل، وهنايا كاس لاروب ديال الحليب. هنا نسيت ما وضعتوش، ونسيت كذلك ماشي نسيت وان نسيت ما وضعتوش يعني مع المكونات، ولكن راني ضفته.
خديت هنايا المقلاة ولا واحد الكاسرونة وضعتها فوق النار حتى سخنات، عاد ضفت كاس ديال السكر وصافي كنخليه على عافية تكون مهيلة حتى كيولي لينا كراميل على هاد الشكل هذا. ودائما كنخلط ملعقة خشبية، من بعد ضفت قبيصة ديال الملحة، ضفت ياغورت ديال الفلو ديال الكراميل، وكنبقى ندي فيه ونجيب. وفي هاد المرحلة بالضبط راه تقطع ليا واحد المقطع اللي هو قصير ماشي شي حاجة، كنسحاب راسي كنصور. ملي جيت نشوف لقيت يعني ما تصورش هذا المقطع، يعني الا ضفت كاس لاروب ديال الحليب فقط ماشي شي حاجه. صافي كنخليه فوق النار حتى كيوصل للمرحله ديال الغليان، وكي يعني كينسجم الكل كلشي يعني كيذوب. صافي هنايا خديت كاس تاع اللوز من بعد ما حمصته في الفرن وهرمشته. هنايا ممكن تعملوا اي نوع من الانواع ديال المكسرات كتفضلوا، يا اما الكركاع يا اما اللوز يا اما كاوكاو يا اما الاكاجو، المهم حسب المتوفر. انا هنايا عملت غير اللوز، من بعد ما حمصته وهرمشته وضفته على هذا الشكل هذا. وصافي كنبقى ندي فيه ونجيب حتى كينسجم الكل. من بعد كنخليه جانبا. هنايا كيف ما موضحه في لا فيديو، هاد الطبقه هذه صراحه جات رائعه جدا جدا جدا، جات بحال واحد البسكوي راه كنشريوه وفيه واحد التعليكه تقريبا يعني قريبه ليها، كتجي بنينه بزاف. ان شاء الله غتجربوه وتقولوا لي الراي ديالكم، لان دائما الراي ديالكم كيهمني وكيحفزني وكيشجعني وكيعطينا طاقه ايجابيه وكيخليني نجتهد ونزيد نجيب لكم شهيوات ووصفات اللي هما ناجحين جدا جدا جدا. صافي كنخلي التعليكه ديالتي على جنب، وهنايا دزت الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفرن. كيف ما كتلاحظوا معايا تبارك الله جا طالع وناجح وما مبوق ما حتى شي حاجه. عطيتكم العبار اللي هو مضبوط مليون في المئة، ما تزيدوا عليه وما تنقصوا. هنايا قلبتها في الطبق ديال التقديم. هنايا خديت واحد الكاس ديال الماء، الماء اللي هو عادي بارد يعني غير ديال الصنبور. ضفت ملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان. ممكن هنا التعويض ديالو اللي ما كيبغيش المذاق ديال القهوه يعمل ملعقه كبيره ديال الكاكاو الحلو اللي كنعملوه في الحليب للوليدات الصغار. وممكن كذلك بلا ما تعملوا مثلا الماء، تعملوا غير الحليب مع مع يعني الكاكاو الحلو. صافي كنخلط هاد العناصر جيدا وسقيت به الكيك ديالي باش كيجي فازك وكيجي ارطب. صافي هنايا من بعد ما سقيت يعني داك الكيك ديالي بهاد الكاس اللي فيه القهوه سريعه الذوبان، وضعت هنايا هاد التعليكه هادي وكنحاول يعني نسرحها وهي سخونه. كنسرحها مزيان مزيان يعني في هاد الوسط هذا، في هاد الخويه اللي بقات ليا يعني في الوسط كنسرح مزيان مزيان حتى كيولي لي على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا وكيف ما موضحه في لا فيديو. هنايا غادي ناخذ واحد 160 غرام ديال شوكولا غيش، يكون من نوعيه جيده، من الافضل باش كتمتعوا بالمذاق ديال الشوكولاط وكيجي داك الكيك اللي هو لذيذ بزاف. ما فيها بس مره نبقى نعملوا مكونات اللي هما يعني بحال مثلا شوكولا غيش يكون على الاقل نسبه ديال الكاكاو فيه 55%. هنايا من بعد ما ذوبته في باماغي ضفت ليه نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الحليب اللي يكون ساخن. صافي كنخلطو هنا في الاول غادي يبان لكم بان راه تقطع، ولكن غير تبقاو تخلطوا حتى كينسجم وكيولي على هذا الشكل هذا. وصافي من بعد عملته من الفوق على هذه الطريقه هذه، اي عملت داك الكاناش من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي كنوضعوه كنوزعوه يعني حتى كنغطي الوجه على هاد الطريقه هذه كيف ما موضح في لا فيديو. صافي هنايا من بعد ما وزعت داك الكاناش على هاد الشكل هذا في الجوانب حكيت واحد الحامضه، ممكن تحكوا يعني ليمونه او برتقاله. حكيت غير داك القشره الفوقانيه وزينت في الجوانب، ومن الوسط زينت بداك الحبيبات ديال الشكلاط راه كيتباعوا عند اصحاب الحلويات. ممكن تخليوه عادي جدا راه كيجي راقي جدا وكيجي شاكر راسو وبراسو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم. كيك تحضروه الصباح ديال العيد، تحضروه للضيوف ديالكم بعينكم مغمضين وغادي يحمر لكم الوجه ديالكم. صراحة كيستحق وكيستاهل التجربة ديالكم، وغادي نقطع لكم واحد الطريف باش غادي تشوفوه كيفاش جا من الوسط. جا بنين بزاف. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي تقولوا لي الرأي ديالكم. ان شاء الله ما غاديش يحشمكم، انا متاكده ومتاكده غادي يعجبكم الحال وغادي يجيكم كيف بغات الخاطر.
حتى لهنا انتهى لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. بسلام عليكم.